في الفيديو ده عايز اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، يمكن هو اهم حاجة في مسيرتك المهنية كمهندس معماري، البورتفوليو بتاعك. عمرك سألت نفسك ايه هو البورتفوليو ده اصلا؟ وليه كل الناس بتقول انه اهم حاجة عشان تجيب شغل وعملاء؟ البورتفوليو هندسة مش مجرد شوية صور ولا ملف PDF وخلاص، ده يعتبر وشك قدام العالم، ده بطاقة التعريف بتاعتك كمهندس معماري، ده المفتاح السحري اللي بيفتح لك ابواب الرزق والفرص في المجال ده. تخيل كده انك رايح تتقدم على وظيفة احلامك، ولا عايز تجذب عملاء يدفعوا مبالغ محترمة لمشاريعك. اول حاجة هيطلبوها منك وريني البورتفوليو بتاعك. طب عشان نفهم الموضوع ده اكتر، ايه هو بقى البورتفوليو المعماري ده بالظبط؟ بص يا هندسة، البورتفوليو ده عامل زي الالبوم بتاعك، بس مش ألبوم صور عائلية، ده ألبوم أعمالك ومهاراتك وإبداعك في مجال العمارة والتصميم. ده المكان اللي بتعرض فيه أحسن شغل عملته، المشاريع اللي بتفتخر بيها، التصميمات اللي بتبين موهبتك وقدراتك. بس ليه البورتفوليو مهم قوي كده؟ ليه لازم تهتم بيه وتشتغل عليه بجد؟ في مليون سبب يخلي البورتفوليو أهم حاجة في حياتك المهنية، بس خلينا نتكلم النهاردة عن أهم 5 أسباب. أول حاجة، البورتفوليو هو إثبات لمهارتك وقدراتك. الكلام لوحده مش كفاية، وأي حد ممكن يقول لك انا مهندس شاطر وانا مصمم عبقري، بس البورتفوليو هو اللي بيثبت الكلام ده، هو اللي بيوريهم فعلا انت بتعرف تعمل ايه، وايه هي جودة شغلك، وايه هو مستواك في التصميم. كمان البورتفوليو بيجذب العملاء وفرص العمل، لان العملاء واصحاب الشركات مش بيختاروا المهندسين بناء على شكلهم ولا كلامهم، بيختاروا بناء على شغلهم، والبورتفوليو هو اول حاجة بيبصوا عليها عشان يقيموا شغلك. ولو البورتفوليو بتاعك قوي ومميز، تأكد ان هم هيخطفوك على طول. غير ان البورتفوليو بيميزك عن المنافسين في سوق العمل، لان سوق العمل في العمارة والتصميم مليان مهندسين ومصممين شاطرين. فازاي بقى تبرز وسط الزحمة دي، وازاي تخلي نفسك مختلف ومميز عن غيرك؟ البورتفوليو هو سلاحك السري في المنافسة، لانه مش بس بيعرض شغلك، البورتفوليو كمان بيعرض اسلوبك وشخصيتك التصميمية. كل مهندس معماري ومصمم داخلي له اسلوبه الخاص وله بصمته المميزة في التصميم. البورتفوليو هو المكان اللي بتعرض فيه اسلوبك ده وشخصيتك التصميمية ورؤيتك الفريدة في العمارة والتصميم. ده غير انه كمان بيساعدك تتتبع تطورك المهني، لان البورتفوليو مش حاجة ثابتة، ده حاجة بتتطور معاك طول حياتك المهنية. كل ما بتعمل مشروع جديد وناجح بتضيفه للبورتفوليو، وكل ما مهاراتك بتتحسن بتعدل في البورتفوليو وبتطوره. البورتفوليو هو سجل لتطورك المهني، بيوريك بدأت منين ووصلت لفين، وبيحفزك انك تكمل وتتطور اكتر واكتر. طب دلوقتي السؤال الاهم، ازاي بقى تبني بورتفوليو معماري قوي وخارق يجذب العملاء والفرص؟ بص يا هندسة، الموضوع مش صعب، بس محتاج تخطيط وتركيز وشغل بجد. عشان تبني بورتفوليو قوي لازم تهتم باختيار المشاريع المناسبة. مش أي مشروع عملته ينفع يتحط في البورتفوليو، لازم تختار أحسن المشاريع اللي بتبرز أفضل مهاراتك وقدراتك، المشاريع اللي بتفتخر بيها وبنتائجها. ركز على المشاريع اللي بتظهر تنوع شغلك، يعني ما تخليش البورتفوليو كله نوع واحد من المشاريع، حاول تنوع بين الأنواع والأحجام والأساليب المختلفة عشان تبين إنك شامل ومتعدد المواهب. وركز كمان على المشاريع اللي بتظهر عمق شغلك، يعني ما تكتفيش بس بعرض النتيجة النهائية، حاول إنك كمان تعرض عملية التصميم نفسها، وإزاي فكرت فيها، وإزاي حليت المشاكل، وإيه هي المراحل اللي مريت بيها عشان توصل للنتيجة دي. وده بيوريهم إنك مصمم بجد، مش مجرد مستخدم للبرامج. مهم كمان ان البورتفوليو بتاعك يعرض مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات بتاعتك، وده غالبا بيكون من خلال عرض عملية التصميم، وازاي فكرت في المشروع، وايه هي التحديات اللي قابلتك وازاي حلتها، وايه هي البدايل اللي انت فكرت فيها من قبل ما توصل للحل النهائي. ده بيوريهم انك مفكر ومحلل مش مجرد منفذ. حاول كمان انك تعرض مهاراتك على التواصل والعرض، فحاول انك تضيف في البورتفوليو انك ازاي شرحت افكارك دي، ازاي بتوصل رسالتك التصميمية، ازاي بتستخدم اللغة البصرية عشان تقنع المشاهد بفكرة تصميمك. وده بيوريهم انك قادر انك تتواصل وتعمل برزنتيشنز قوية، وبتعرف انك تبيع افكارك للعملاء بتاعتك واصحاب الشركات. كمان الجودة البصرية والاحترافية مهمة جدا. البورتفوليو بتاعك لازم يكون شكله حلو واحترافي من الالف للياء، ما تسترخصش ابدا في الجودة البصرية بتاعت البورتفوليو، لانها اول حاجة بتشد العين وبتأثر على الانطباع الاول. حاول انك تستخدم صور عالية الجودة، صور واضحة ومفصلة ومريحة للعين، واستخدم تصميم جذاب للبورتفوليو نفسه، تصميم بسيط وانيق وسهل التصفح، تصميم بيعكس اسلوبك وشخصيتك التصميمية. واهتم بالتنظيم والترتيب،
حاول انك ترتب مشاريعك بشكل منطقي، واستخدم عناوين واضحة ونصوص موجزة لكل مشروع. وحاول انك تراجع البورتفوليو كويس قوي قبل ما تبعته لأي حد، وتتأكد انه خالي من الأخطاء الإملائية والنحوية، وتأكد ان كل حاجة مظبوطة وكاملة. كمان حاول انك تهتم بسرد القصص ووصف المشاريع. كل مشروع من البورتفوليو لازم يكون له قصة بتحكيها، مش مجرد صور وخلاص. اشرح الفكرة الأساسية للمشروع، وايه هو الهدف من التصميم، وايه هي التحديات اللي واجهتك وازاي حلتها، وايه هي النتائج اللي وصلت ليها. استخدم لغة بسيطة وواضحة ومؤثرة في وصف المشاريع، وما تستخدمش برضو مصطلحات معمارية معقدة إلا لو كان جمهورك هو فعلا معماريين متخصصين. ركز على الفوائد اللي قدمها التصميم بتاعك للعميل أو المستخدم النهائي، وازاي تصميمك حل مشكلة معينة أو حسن تجربة المستخدم، وازاي أضاف قيمة للمشروع. حاجة مهمة جدا برضو وهي التنظيم بتاع البورتفوليو. البورتفوليو بتاعك لازم يكون منظم وله هيكل واضح ومنطقي وسهل التصفح. يعني ترتب المشاريع بتاعتك مثلا بشكل زمني او بشكل موضوعي. اعمل صفحة فهرس في البداية عشان تسهل على المشاهد ان هو يوصل للمشاريع اللي تهمه. استخدم عناوين واضحة وفواصل ما بين المشاريع عشان تفصل بينهم وتخلي البورتفوليو مرتب ومنظم. وحاول تفكر ازاي اللي بيشوف البورتفوليو هيتنقل ما بين المشاريع، وايه هي القصة اللي عاوز تحكيها من خلال ترتيب المشاريع نفسه. كمان مهم جدا انك تخصص البورتفوليو بتاعك لكل فرصة مختلفة. بورتفوليو واحد مش كفاية لكل حاجة، لازم تخصص البورتفوليو بتاعك على حسب الفرصة اللي انت بتقدم عليها، سواء كانت وظيفة او مشروع او مسابقة. اقرأ وصف الوظيفة او متطلبات المشروع كويس قوي، وافهم ايه المهارات والخبرات اللي بيدوروا عليها بالظبط. وبعد كده رتب المشاريع بتاعتك في البورتفوليو بتاعك بحيث انك تبرز المشاريع اللي ليها علاقة بالفرصة دي، والمشاريع اللي بتظهر المهارات والخبرات اللي مطلوبة بالظبط. كمان خد بالك انه في العصر اللي احنا عايشين فيه ده لازم يكون عندك بورتفوليو رقمي سهل ان انت تشاركه او تبعته على الانترنت. بس ده ما يعنيش انك تستغني عن البورتفوليو المطبوع. البورتفوليو المطبوع برضه ليه سحره الخاص، خاصة في المقابلات الشخصية او الاجتماعات مع العملاء. فالافضل ان يكون عندك النسختين، نسخة رقمية سهل ان انت تشاركها مع اي حد، ونسخة مطبوعة انيقة للمناسبات الخاصة. اخيرا ما تنساش انك تعمل صفحة عن معلومات الاتصال بتاعتك وصفحة عنك انت شخصيا، لانه طبعا مهم جدا ان معلومات الاتصال بتاعتك في البورتفوليو تكون موجودة بشكل واضح وسهل ان الناس توصل له. بالاضافة طبعا انك تعرف نفسك بشكل مختصر ومثير للاهتمام، فتتكلم عن خلفيتك التعليمية والمهنية واهتماماتك التصميمية ونقاط قوتك ومهارتك المميزة. طيب دلوقتي بعد ما عرفنا ازاي نبني بورتفوليو قوي، عايز احذرك من اخطاء شائعة كتير من المهندسين بيقعوا فيها في البورتفوليو بتاعهم عشان تتجنبها انت كمان وتعمل بورتفوليو مثالي بإذن الله. زي مثلا كثرة المشاريع وقلة الجودة. فالكم مش هو المهم، ولكن الكيف هو أهم حاجة. فما تحطش كل مشروع عملته في البورتفوليو، ركز على أحسن المشاريع بس، المشاريع اللي بتظهر أعلى جودة في شغلك وحتى لو كانوا عددهم قليل. بورتفوليو فيه 5 مشاريع ممتازة أحسن بكتير من بورتفوليو فيه 20 مشروع عاديين. كمان من الأخطاء الشائعة التركيز على الريندر فقط وإهمال التفاصيل. الريندر الحلو مش كل حاجة، فما تكتفيش بس بعرض ريندرات مبهرة للمشاريع، ولازم تعرض تفاصيلها. التصميم نفسه والرسومات المعمارية وعملية التصميم والكونسبتس وحل المشكلات والابتكارات التصميمية مهمة جدا لأي بورتفوليو عشان يكون متكامل. وعشان كمان يكون فعلا متكامل، البورتفوليو مش مجرد صور حلوة، لازم تهتم بتصميم البورتفوليو نفسه، لأن تصميم بورتفوليو سيء وغير احترافي يعتبر خطأ كبير جدا. البورتفوليو نفسه لازم يكون له تصميم، فما تعملش بورتفوليو عشوائي وغير منظم وشكله وحش. البورتفوليو لازم يكون تصميمه احترافي وجذاب ومريح للعين وبيعكس اسلوبك التصميمي. خلي بالك من الموضوع ده كويس جدا، البورتفوليو السيء بيضيع قيمة شغلك مهما كان كويس. خطأ شائع مؤسف جدا وهو عدم تحديث البورتفوليو بانتظام. البورتفوليو لازم يكون دايما متجدد، فما تسيبش ابدا البورتفوليو بتاعك يبقى قديم ومهمل. لازم تحدثه بانتظام وتضيف المشاريع الجديدة والناجحة اللي انت بتعملها، وتعدل كمان في المشاريع القديمة لو محتاجة ان انت تحسنها. البورتفوليو المحدث بيوريهم انك نشيط ومتطور ومواكب للعصر. واخيرا غلطة كبيرة جدا وهي عدم الحصول على نقد او مراجعة. عينك مش بتشوف كل حاجة ومش هتشوف عيوبك، فما تعتمدش على رأيك انت بس في البورتفوليو بتاعك. حاول انك تعرضه على زمايلك واصدقائك وتطلب منهم ان هم ينقدوه ويراجعوه عشان تكتشف الاخطاء والعيوب وتصلحها. النقد البناء بيخلي البورتفوليو اقوى، فالنقد البناء
بيخلي البورتفوليو اقوى واكثر احترافيه. عشان نلخص الموضوع ده وندي لك خلاصه النصايح العمليه لبناء بورتفوليو خارق بجد، هدي لك 5 نصايح. اول حاجه ابدا دلوقتي وما تقولش ده لسه بدري. اول حاجه ابدا دلوقتي وما تقولش انه لسه بدري، وركز على الجوده مش الكم، واحكي قصص مشاريعك. القصص بتخلي البورتفوليو جذاب اكتر ومقنع اكتر. واطلب نقد ومراجعة، وما تخافش من النقد واستفيد منه، واستمر في التطوير والتحديث، لأن البورتفوليو هي رحلة مستمرة. ولو أنت عايز مساعدة عملية في بناء بورتفوليو معماري قوي واحترافي بجد، برشح لك برنامج تأسيس المعماريين بتاعنا في بلانويا. ممكن يكون هو الحل الأمثل ليك، لأن البرنامج مش بس بيعلمك البرامج وأدوات العمارة، ده كمان بيركز قوي على الجانب العملي والتطبيقي، وبيخليك إنك تعمل مشاريع حقيقية وتطبيقات عملية على كل حاجة بتتعلمها. والمشاريع والتطبيقات العملية دي هي اللي هتكون المادة الخام للبورتفوليو بتاعك. ده غير ان البرنامج ده فيه مدرسين متخصصين بيوجهوك ويدوك نصايح وملاحظات على شغلك، وبيساعدوك تطور مهاراتك وتحسن جودة مشاريعك عشان البورتفوليو بتاعك يطلع بأعلى مستوى ممكن بإذن الله. في النهاية يا جماعة، البورتفوليو المعماري بتاعك ده هو سلاحك الأقوى في سوق العمل، وهو مفتاحك للنجاح والتميز والرزق في مجال العمارة والتصميم. فاستثمر وقتك ومجهودك في بناء بورتفوليو قوي واحترافي ومميز. صدقني بإذن الله البورتفوليو ده هيفتح لك أبواب فرص عمرك، وهيخليك المهندس المعماري اللي بتحلم بيه بجد. فيلا بينا نبدأ شغل على البورتفوليو من دلوقتي، وما تستناش لبكرة ولا بعده. كل يوم بيعدي من غير بورتفوليو قوي بتخسر فيه فرص كتير جدا. ابدأ النهاردة، اعمل بورتفوليو يكسر الدنيا بإذن الله. أتمنى لكم كل التوفيق، واشوفكم الفيديو اللي جاي بإذن الله.